السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحواشركم بروكا رمضان مبارك سعيد لجميع المغاربة والمغربيات، جميع المسلمين في كل بقاع الدنيا. واش كاين الصوت الخوت؟ كاين الصوت؟ مازال ما كيبان لي حتى شي تعليق. الصوت عافاكم؟ واش كاين الصوت؟ نشوف الناس دخلوا ولكن ما كاين حتى شي واحد كتب لي شي تعليق. واش كاين الصوت الخوت؟ واش كاين الصوت؟ شحال هادي ما درتش بث مباشر، وكنا كنقولوا زعما راه النقاش المغاربه ما شاء الله، يعني كتشوف بعض الفيديوهات مغاربه ومغربيات كيعلقوا على عدد من المحطات بشكل اللي هو كيبين بانه المغاربه وعاو الى حد ما بالمشاكل ديالهم، بل كتكون شي مداخلات ديال بعض المغاربه اللي كتبين على نسبه الوعي المرتفع عند المغاربه، وهذا كيفرح. ولكن بغيت ندير واحد المداخله اليوم، نتمنى انه غير يدخلوا الناس شويه عاد نبدا. بغيت ندير واحد المداخله اليوم باش نفهموا اكثر طبيعه الصراع وطبيعه المشكل في المغرب، باش ما يبقاش النقاش يعني مقتصر على امور ماشي هي هذيك. لان ملي نكونوا كنديروا تشخيص لشي مشكل ونغلطوا في التشخيص، فالاكيد ان الدواء ما غاديش يكون هو اللي خصو يكون. اذا كان شي مرض خاص الطبيب او اللي كيدير التشخيص لهذاك المرض خاصو يدير تشخيص دقيق وتشخيص حقيقي باش كيبان الدواء اللي يناسب داك المرض. وهذا اللي غادي نحاول اليوم انني نساهم به، لعل وعسى ما نبقاوش نسمعوا شي حوايج اللي لا تمت بصلة للحقيقة. بطبيعة الحال خروج عدد من الأصوات داخل المغرب ولا خارج المغرب في بثوث مباشرة عبر الفيسبوك ولا عبر اليوتيوب ما جاش غير من فراغ، جا لأنه تم الإجهاز على واحد القطاع مهم داخل أي دولة ديمقراطية اللي هو القطاع ديال الصحافة، وتم إقبار الصحافة وتدجين الصحافة وسجن الصحفيين وسجن الصحافة. وهذا هو اللي خلى عدد من الأصوات أنها تخرج عبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب، أنها تخرج يعني توضح للشعب المغربي طبيعة ما يجري وتناقش السياسات الهبلة ديال لماذا تم إيقاف هذا. إخوان راه اللايف كيوقف، حاولوا ما يمكن ديروا بارطاج، راه ما غاديش نقللوا الحياه، ما تخافوش، ما غاديش نقولوا كلام نبي، ما غاديش. ديروا القلوبه وديروا بارطاج بليز. ما غاديش نضيع لكم الوقت ديالكم، كونوا متاكدين، ولكن حاولوا ما يمكن ديروا بارطاج وحاولوا ما يمكن ديروا القلوبه الا جات على خاطركم، لان اللايف راه كيمشي ليا الا جات على خاطركم. بون على كل حال غادي نبدا باش ما نطولش. الكلام راه كثير، وقلت بان المداخلات ديال عدد من المناضلين وعدد من المناضلات، المداخلات ديالهم يعني
ما عرفتش علاش بنادم كيحاربك في لايف، زعما علاش؟ اش غنقول كاع؟ اش غنقول كاع؟ علاش كيتقطعوا اللايفات ديال المناضلين؟ علاش؟ ما فهمتش اخويا. الشبكة ممتازة. فعلى كل حال نتمنى أن ما يتقطعش مرة ثانية، لأن هادشي كيزعل بصراحة. كنت كنقول بأن المداخلات ديال عدد من المناضلين داخل المغرب وخارج المغرب، تكتل بعض الأصوات الحرة في برامج تنويرية للشعب المغربي وتدافعية مع الفاعل السياسي والاقتصادي في المغرب، هذا بطبيعة الحال لسنوات خلق واحد الوعي في صفوف الشعب المغربي، وهذا يثلي. هذا باش شوف صاحبي بث مباشر ما متاحش المواطن. ما عرفتش كاع نقول كاع، غنقول كاع بالسلامة. فالزبده باش ما نطولش عليكم، وداكشي كاع اللي كنت باغي نقولو غادي نختصرو في عصاره العصاره. انا اعتبر بان كما يعتبر العديد من المناضلين بان الاوضاع اللي وصلوها المغاربه والمغرب اليوم هي نتيجه سياسات عبيطه، سياسات ممنهجه من اجل تفقير الشعب المغربي وبوحه حناجرنا سنه 2017 في تشخيص مجموعه من المعضلات والامراض التي كان يحقنها النظام السياسي في الشعب المغربي، واللي مع كامل الأسف أدت اليوم إلى كساح. ما عرفتش زعما شنو المشكل. كبسوا هذاك القلوبه، ولا كيقولوا بان هذوك القلوبه مع سميتو ما كيطيحش اللايف. المهم اللايف كيطيح، ما عرفتش. فهاد الشيء اللي فيه حنا المغاربه هو نتيجه سياسات عبيطه، لكنها سياسات ممنهجه. ماشي العبط، ماشي فراغ، العبط مؤسس ومخطط له من اجل الوصول لهذه النتيجه اللي كيعيشها الشعب المغربي اليوم. وكاينه ادله ممنهجه من اجل تفقير الشعب المغربي، من بينها اليوم بات جليا بالملموس بان ابعاد شركه سمير من الساحه في المغرب. الله العظيم الى مصيبه كحل هادي، مصيبه كحله. ما بغيتش نمشي ندير يوتيوب مباشر في اليوتيوب، لانني عارف بان اللي بغى يتفرج في اليوتيوب خاصو يصرف اكثر في لا كونيكسيون باش يتفرج. جينا زعما لهاد البلاصه هادي. المهم هادشي راه كلشي. فعلى كل حال الخرجه الاخيره نكمل ديك الفكره اللي كنت كنقول بان هذا التفقير، سياسه التفقير ممنهجه، هو مجموعه من الشركات من المؤسسات العموميه وشبه العموميه تم الاقبار ديالها، من بينها شركه سمير. هاد الشركات او تفويتها من القطاع العام للقطاع الخاص في الوقيته ديال التناوب وقبل التناوب، ولكن في الوقيته ديال التناوب كان داكشي بشكل اكبر، وجابوا داك الغطاء السياسي ديال الحزب السياسي اللي قدر يدوز. دابا غيبغينا نأسسوا الارضيه النقاش باش نبنيو عليها واحد الموقف سياسي. ما خليتوناش، الدواء بكل قتال الكلاب. الزبده الوصف ديال ما يجري في المغرب راه حنا كلنا عارفينه. الوغ غنجيو للاخر لدابا لهاد الايام، لهاد الاسبوع الاخير. ما غاديش نجيو حنا من هاد الحكومه ديال الويل
اللي جابو ديال اخنوش ما غاديش نجيبو من تما، غادي نجيبو غير لهنايا. كلشي داكشي راكو عارفينو على كل حال. دابا هاد الخرجه ديال نجيبو الخرجه ديال بنك المغرب والخرجات ديال ما يسمى بالحكومه عبر الناطق الرسمي باسم ما يسمى بالحكومه، والخرجه الاخيره ديال المندوب السامي لمندوبيه المندوب ديال مندوبيه التخطيط. غيبان لك انت كمغربي متتبع، غيبان لك بحال الا راه زعما كاين هناك استقلال للمؤسسات، وبان كل المؤسسات تقول رايها ورأيها يخالف الرأي ديال المؤسسه الاخرى، وهناك العصاب. كنت كنقول بان غيبان لك انت كمغربي بان هذا الشيء يدل على ان هناك استقلال مؤسسات مستقله، وانه هناك يعني كل واحد يدلي بدلوه في المشكل، وهناك نقاش واللي غادي يترتب عليه حلول ديمقراطيه على كل حال وكذا. وهذا الشيء هذا الشيء للاسف ماشي هو الحقيقه، حيث بكل بساطه حنا ماشي دوله ديمقراطيه. بكل بساطه حنا ماشي دوله ديمقراطيه. كل هذه المؤسسات انا في منظوري الخاص هي خرجاتها هي من اجل ان تخليك انت تخليك كتشوف واحد الزاويه وتبعد على النقاش الحقيقي. لان في الاخر باش نبسطوا الامور غادي نجيو هاد التضخم باش ما نبقاوش لاصقين في المفاهيم التقنيه ونبسطوه. عاود رجع. واش سؤال، واش كيتقطع عندكم اللايف ولا غير عندي؟ جاوبوني الله يعطيكم الخير. ما راه كيتقطع بزاف د المرات، عصبني. كتبوا لي واش كيتقطع اللايف عندكم ولا لا، واش اموركم غاديه كتشوفوا داكشي متصل باش ما نبقاش نوقف. عندي افكار مرتبه في دماغي بغيت نطلقها. التعاليق بعدا ما كاينش، ما كيطلعوش كاع تعاليق. اقسم بالله ما شفتي تعليق الى حدود الان. الا كاين شي واحد فيكم كتب شي تعليق راه ما طلع لي حتى تعليق. كنشوف القلوبه كيطلعوا وي تعليق، كيبان لي غير فلان راه كيشوف، فلان كيشوف، فلان كيشوف فقط. واش كتبوا لنا واش اللايف كيتقطع ولا غادي مستمر، باش ما نضيعلكوش الوقت ديالكم حتى نتوما. داكشي نطلقوا يدو في دخو طاق 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 والسلام. هو رجع عاوتاني. ولكن راه ما كتبتو والو اخويا. كتبوا لنا شي تعليق، كتبوا لي تعليق. واش اللايف غادي مزيان واش ماشي مزيان. تعاليق ما شفت حتى شي تعليق. غريب اخويا والله ما كاينش شي تعليق. قسما بجلال الله ما كيبان لي شي تعليق. الا كتكتبوا التعاليق راه ما كيطلع حتى شي تعليق هنايا. بيت غريب. والله ما كاين شي تعليق. انا استغرب زعما كاينين اصدقاء كنعرفوهم، اصدقاء غيكتبوا تعليق. ما كاينش تعليق. كتبوا لنا تعاليق. واش كتكتبوا تعاليق؟ الا كنتو كتكتبوا التعاليق وما كيطلعوليش بقاو ديروا غير لايك، ما ديروش كوغ. ديروا لايك نشوف باش نتاكد بان ما كتكتبوا وما كيطلعليش. الا كنتو كتكتبوا تعاليق ديروا غير لايك، غير لايك بس لايك. اذا كتكتبوا تعاليق فوالا لايك. الا كتكتبوا تعليق لايك، ماشي قلب، ماشي قلب. الا كنتو كتكتبوا تعاليق فقط ازرق، لا لايك ازرق. كيكتبوا تعاليق الخوت. دونك نحاول نستغلوا هذه الفرصه، الله يعطيونا يقيلونا ما يتقطعناش اللايف. قلنا غادي نصوروا حنايا باش شي اسمه باش نبسطوا الامور ديال التضخم. فهمتي. دابا كتكتبوا تعاليق ولكن والله ما كيطلعوا لي الخوت. زعما راه كون كانت حدايا شي طريقه باش نوريكم.
ما عنديش زعما شي طريقه، ولكن معليش دابا التضخم باش نبسطوه غادي نمثلولو هو بحال كورونا. بحال دابا التضخم داكشي ديال غلاء الاسعار وكذا وديك الهضره التقنيه كلها غادي نديرو التضخم كورونا. الصين وبقات كتغزو الدول. حتى هذا التضخم في البدايه ديالو راه خرج من الولايات المتحده الامريكيه، من البنك المركزي ديال الولايات هذا صاحبي ما خليت ما نكملوش غير فكره. شكوى الله دعينا كون قتال الكلاب صاحبي. اش كنقولوا كاع في ملك الله حنايا الزمر كرهتونا في هاد وسائل التواصل الاجتماعي. الخوت بارطاجيو بزاف وديروا لايك هذوك القلوبه بزاف وبارطاجيو باش واقيلا حتى المشاهدات راه ما الى جا غير 50 واحد بلغوا على اللايف راه كنظن هذا هو المشكل. فعلى كل حال على الله ما يتقطعش. دابا قلنا نمثلوا التضخم بحال كورونا باش نفهموا كاملين المشكل منين، بلا ما ندخلوا راسنا في التضخم والفائده وسعر الفائده والعرض والطلب وديك الهضره الكبيره. حنا سيدي بغينا نفهموا غير بشويه. قلنا التضخم بحال كورونا جات من الصين بقات كتدخل لدول العالم. التضخم بدا من الولايات المتحده الامريكيه لمجموعه من الاسباب وبقى حتى هو كيغزو دول العالم. من الولايات المتحده الامريكيه ولينا كنشوفوا لبنان مشاكل، ولينا كنشوفوا بعض الابناق في المانيا في سويسرا، وحنا كمغرب ولينا كنشوفوا هذا الشيء، ودول اخرى بحال مصر بحال الى غير ذلك. ولكن السؤال اليوم هو كل دوله تعاملات مع كورونا اللي هي التضخم بطريقه ديالها وفق الامكانيات ديالها وفق المعطيات ديالها. ملي ولات كورونا فزت منها كدوله، ولات كل دوله من خلال البؤر ديال كورونا ولا عندها صناعه الفيروس، هي كيولي عندها فيروس ديالها اللي هو التضخم ديال نفس الدوله. ولات كل دوله تنتج سياسات اقتصاديه وماليه واجتماعيه من اجل التغلب على كورونا اللي هي التضخم. دابا هذا السؤال، واش حنا في المغرب الدوله ديالنا ماشي الحكومه، الدوله واش الدوله دارت سياسات باش تحاول ما امكن هذا التضخم اللي ولا ديالنا ولا دابا ديالنا عندنا تضخم ديالنا وفق المعطيات الاقتصاديه والماليه والاجتماعيه والاكراهات التاريخيه كذلك والتراكمات التاريخيه اللي عندنا. واش حنا كدوله درنا شي حاجه؟ غنجاوبوا على هذا الشيء. واش في يدنا كدوله نديروا شي حوايج اللي تهبط من هذا المشكل ديال التضخم باش ما تبقاش عندنا كورونا، او على الاقل تنحاصر هذا التضخم، ينحاصر ما يبقاش مشتت والبؤر وكذا وعباد الله كتغوت واللي ما لاقي ما ياكل و الى اخره. طبعا من بين السياسات اللي خصها تندار كاين سياسات تندار على المستوى الدولي في اطار الصادرات والواردات، وكاين سياسات اللي خصها تندار على المستوى الوطني. اشنو بحالاش؟ غنقولوا بحالاش. دابا في ادنى الامور اقل الحوايج، اول حاجه خاص التواصل، هذاك وجه الويل ديال الناطق الرسمي باسم الحكومه اللي فوكم ما جا دار ندوه بحال الا جاي من النفاخه باش يهضر مع الصحفيين ما كيعطيهمش القيمه ديالهم. وحتى اللقاء ديال اليوم ما جاوبش على مجموعه من الاسئله وكان كيجاوب بطريقه متعجرفه، وكان حنا الشعب المغربي خدام عند باه، والعكس هو اللي حاصل. كلهم مسؤولين، كلهم من اعلى الهرم الى ادنى الهرم، كلهم خدامين عند الشعب، خصو يديروا خدمه. هذا الناطق الرسمي ما كيديرش الخدمه ديالو. الحكومه المحكومه الرئيس ديالها الى اليوم مازال ما خرجش عزوز باش يدير لقاء صحفي واحد في الاذاعات الوطنيه بين قوسين. واحد مازال ما خرجش يهضر مع المغاربه كما جميع الدول. واحد مازال ما خرجش في الاذاعات الوطنيه يهضر مع المغاربه في التلفازه
اللي كيشوفوها جميع المغاربه، مازال الى اليوم مازال ما كايناش هادي. غير هادي كنا حنا فعلا عندنا نخبه سياسيه حقيقيه، كون غير على هادي هذاك خونا يمشي في حاله. خليك من تضارب المصالح ولا كيف جا ولا شكون اللي جابو، شكون اللي حطو لنا فوق راسنا بعد المقاطعه. حتى هذه امور كلها تقتضي بان هذاك بنادم بالخصوص ما خصوش يكون، ولكن لان الحاكم بامر الله ماشي شغلو في الشعب المغربي، جابو وحطو لنا فوق راسنا غصبا علينا. اوكي، دابا التواصل على مستوى، دابا حنا كنهضروا شكون اللي خصو يتواصل، على الاقل التواصل، الحلول هذه في اطار الحلول لهاد الكورونا اللي عندنا دابا. التواصل، الناطق الرسمي باسم الحكومه ما كيتواصلش بالطريقه اللي خصها تكون. الوزراء بطبيعه الحال اتحدى اي واحد انه يكون كيعرف غير 5 ديال الوزراء ولا 4، وهذا ناهيك على التواصل. رئيس ما يسمى بالحكومه مازال الى اليوم ما خرجش في التلفازه المغربيه باش يهضر مع المغاربه، ناهيك على السياسات ديالو، واش يبررها واش ما يبررهاش، غير يخرج غير يهضر، ما كاينش. القصر الملكي الى اليوم يريد عبر البيان ديالو الاخر المتعلق بحزب العداله والتنميه، الى اليوم يريد انه يقول للفاعل السياسي زمت فمك، ماشي وقت الهضره هذه، مع العلم انه حزب سياسي بين قوسين. وهذيك الخرجه ديال بركان انا عندي فيها راي اخر. انا كنقول بانه شي واحد بان له في ودنو، لانه ملي ولا ذاك الاتفاق الابراهيمي بقى كيتهز، ولات السعوديه خرجات على من الدائره وبقات كدير بيانات تنديد بالسياسات القمعيه الهمجيه ديال الكيان الصهيوني بلا بلا بلا، وكذلك الامارات المتحده حتى هي خرجات من الاتفاق بواحد الشكل او باخر. كاين مشاكل حتى مع الاردن بينها وبين اسرائيل، اللي ولاو مؤخرا كيستوروا لهم على الاراضي ديالهم وكذا الى اخره. دونك كاين واحد التشرذم في ديك الكتله اللي كانت يعني مقصوده انها تكون هي المسوق لذاك من بينها المغرب هو اول دوله اللي غادي توقع يعني رئيس دوله حاضر ورئيس حكومه حاضر، وغادي يوقعوا ذاك الاتفاق الابراهيمي بديك الطريقه المخزيه. وديك الساعه ما خرجش بن كيران يدير بيان او لا يدير فيديو في الفيسبوك في الصفحه ديالو في الفيسبوك، ما خرجش يدير. وحتى ملي بلاه الله ورجع امين عام باش يخرج يعلق على داك الشيء، قال لك حنا ضد الاغتصاب، ولكن حنا الاغتصاب اللي كديرو الدوله ديالنا حنا راه ما عندنا ما نقولوا، حنا هي اللي عارفه الاغتصاب كيفاش الظروف ديالو فاش دارتو. حنا ضد الاغتصاب، ولكن حنا الاغتصاب اللي مارستو الدوله ديالنا حنا ما عارفينش الحيثيات والظروف باش مارست داك الاغتصاب وداك الشيء. المهم دابا واش هذا منطق يستقيم؟ ماشي، ما يستقيمش. وفي اطار هذا التراجع الى بغيتو تسميوه، لان حتى شي دوله ما خداتش شي مقابل، وهذه اصلا سبه. حتى شي دوله ما خداتش شي مقابل التطبيع ديالها مع الكيان الصهيوني، وبالتالي ولاو كيطالبوا بمقابل يكون حقيقي ومباشر باش اننا نطبعوا. وبنا حنا كمغرب حتى حنا تقللت لنا بهذه العباره الدارجه، وقالوا اش نديروا ما نديروا، انا نخرجوا شكون اللي يخرج. لان بن كيران يكون زعما كان كيدير الفعل السياسي بزاف ديال الحوايج وقعات كحزب البي جي دي اللي خصو يخرج يدير بيانات عليها، وبيانات يعني اللي تكون شديده اللهجه كحزب سياسي، وما دار حتى حاجه. مثلا على مستوى السياسات الخارجيه سمعنا سانشيز من داخل القصر الملكي دار واحد التصريح وكيقول بانه سبته مليليا وكذا والى اخره. ما خرجش الحزب ديال البي جي دي دار بيان. سمعنا قبيل ديك القمه الاسبانيه المغربيه الوزير ديال الخارجيه كيقول سبته ومليليا مغربيتان. شفنا كذلك الحركه اللي دارتها الحكومه الاسبانيه انها توجهات باش ان الاتحاد الاوروبي باش تجعل سبته ومليليا تدخل في نطاق الاتحاد الاوروبي، وبالتالي يعني تنتهي هذه القضيه ديال سبته ومليليا. وما خرجش
البي جي دي دار بيان على المستوى الداخلي. شفنا المشاكل اللي كانت متعلقه بالمحروقات، شفنا المشاكل اللي كانت متعلقه بالاراضي السلاليه، شفنا المشاكل اللي تعلقت بالمحامون او الامتحان ديال المحاماه، شفنا المشاكل اللي تفرشخوا فيها الاساتذه، شفنا الجامعه المغربيه كذلك داك الدخول الهمجي ديال القوى القمعيه لداخل لي زونفي والطريقه اللي تعاملوا بها مع الطلبه، وكاينين ضحايا وكذا وكاين كذا. كاين بلعه ديال الحوايج ما خرجش فيها البي جي دي بيان، بل بالعكس كان كيقول خاصنا نعطيو وقت لهاد الحكومه غير على مستوى الحكومي، غير التعاطي على المستوى الحكومي والفاعلين السياسيين بين قوسين وكذا. في هذا المستوى هذا ما شفناش بنكيران وما شفناش البي جي دي. وبين عشيه وضحاها واحد النهار غيخرج وغادي يدير داك البيان بديك الطريقه، وهو عارف. دابا اشنو اللي كيخليك تشك في ان الموضوع مصاوب؟ لانه هو عارف بان اللي دار التطبيع هو الملك، هو رئيس الدوله، تحت ديك المظله ديال انه الوزاره داك الدبلوماسيه هي حكر على كذا كذا، وهي ما حكر ما والو، راه داك الشيء واضح في الدستور والى اخره. ولكن في الممارسه السياسيه الملك هو الذي يعني يحتكر، كما يحتكر جميع الاختصاصات، يحتكر كذلك السياسه الخارجيه. هذه في الممارسه. والدليل هو ان الملف ديال الصحراء المغربيه ما كيعرف عليه حتى شي واحد شي حاجه، وما كيساهم فيه حتى شي واحد على المستوى السياسي بشي حاجه. وعلى كل حال الامور غاديه هكا، ما عمر شي واحد امتعض ولا دار بيان، خصوصا في العشرين سنه الاخيره، وكيقول اللهم ان هذا منكر، ولا هذه ما خصهاش تكون هكا، ولا هكا خصها تكون الامور، ولا كذا ولا كذا. فهذا هذا دليل. الدليل الثاني على ان الامور مصاوبه، وانه بالكيران براسو في اطار رئاسته الامانه العامه هذه المره الاخرانيه هذه علق على المستوى ديال التطبيع، وكيقول لك هذاك امر دارته الدوله وهي ادرى بكذا كذا وكذا، وحنا ما غاديش ندخلوا في هذا الشيء، وانتهى الكلام. وكيفاش واحد النهار انت ولات عندك الكبده ودرتي بيان، وماشي الكبده هذه هي الكبده وقفت هنا، لا، ملي رد عليك البيان ديال الديوان الملكي بديوان اخر، ببيان اخر، انت رجعتي درتي بيان اخر ترد على البيان ديال القصر الملكي. انت من البرا غادي يبان لك بان ممارسه شجاعه، وهذا حزب سياسي تقدمي شجاع، يعني دافع الموقف ديالو وكذا وكذا الى اخره. هذه قراءه، ولكن انا هذه القراءه انا ماشي معاها، انا ما مرتاح لهاش. يا ريت نتمنى تكون كانت عندنا الاحزاب السياسيه بهذا المنطق، حيت كون كانت عندنا الاحزاب السياسيه بهذا المنطق، نهار كانوا عارفين بان المدخل السياسي لاي انفراج سياسي في المغرب هو يجب ان يمر عبر بوابه الافراج عن المعتقل السياسي ومعتقل الراي في المغرب، بل كانوا كيحاولوا يديروا مقترح ديال العفو العام عبر البرلمان، ولكن تراجعوا، لان اول واحد غادي يبغي يفعل هذه المسطره هذه او هذا المقترح هذا هو حزب البي جي دي، ولكن رجع اللور. وغادي يجيو عاود الرفاق ديال الاشتراك الموحد، وغادي الشناوي وبلافريج، وغادي يديروا حتى هما مقترح قانون، وغيقلبوا على اللي يدعموه في داك المقترح باش يمشي يسكابو في البرلمان، وداك الشيء غادي يبقى في بلاصتو. دونك هنا كيبان لك بان الحزب اللي ما قادرش يواجه غير الوزاره، غير حيت اللي كيواجه راه معروف، اللي كيواجه وزير الداخليه معروف اش كيواجه، راه ما كيواجهش وزير الداخليه بوحدو. كتقدر تواجهو في تصريح هكذا في شي مؤتمر ولا خطابي ولا في شي حاجه، في شي تصريح، وكتقولو بلطف لوزير الداخليه، وكذلك ومثال لوزير الخارجيه، لان بغينا ولا كرهنا راه كلشي اليوم ولا وزارات سياده طبعا، ولكن هذه وزارات معروف الاحتكاك ديالها اللصيق جدا بالنظام، وبالتالي
ملي غتخرج انت دير بيان ويرد عليك هذا وتكون عندك الكبده باش دير بيان في قراءه، انا كنهنيك وكنقول لك نوض دير لنا دير لنا دير بيانات ولا دير بلاغات ولا دير مبادره من اجل اطلاق سراح المعتقلين، ولا دير مبادره من اجل مثلا كشف، دير غير مؤتمرات صحفيه. وانت دوزتي في الحكومه 10 سنين، اكيد انك عارف الملفات وداك الشيء ديال المأذونيات، وعارف عارف بزاف ديال الخبايا ديال الامور في اطار الصفقات العموميه المشبوهه، وتخرج تنور الراي العام وتفضح. هذا دورك، لانك كتمارس اليوم المعارضه السياسيه بين قوسين، ولكن هذا الشيء ما تندارش. وغتمشي لهاد الخرجه ديال بوريطه، وغادي دير بيان، ومن بعد القصر يدير بيان. والذي يؤكد هذا الكلام بانه، هذه قراءتي ممكن يكون غلط، الذي يؤكد بان هذه القراءه مخدومه هو من بعد منها غادي يخرج بوريطه وغادي يدير واحد الكلمه في مؤتمر صحفي، وغادي يتكلم على الافعال الاجراميه اللي كتندار في حق الفلسطينيين، وبانه بكذا وكذا. راه كاين واحد التصريح ديالو من بعد هاد البيانات، او هاد الغزوات ديال البيانات. هذا غير على الهامش. قلنا بان ناطق رسمي ما كاينش، وما يسمى برئيس الحكومه ما كاينش، ورئيس الدوله حتى هو غير موجود. كيفاش غير موجود؟ اذا كانت المؤسسه الملكيه عندها ناطق رسمي وعندها واحد الستاف خدام معاها، اللي حنا على كل حال ما مختارين حتى شي واحد فيهم، الذي يتحمل اختياراته في هذوك الاشخاص اللي معاه هو المسؤول دستوريا عندنا حنايا، هو الملك، هو رئيس الدوله، وهو المؤسسه، وهو الاسم اللي مذكور في الدستور فقط. حنا راه ما كنعرفوا لا فلان ولا علان ولا فلانه ولا علانه. هذاك الستاف اللي اختاروه هو مسؤول عليه، وهو شغالو معاه هذاك. ملي هاد الستاف واكبر مؤسسه تدير الدوله وفقا للدستور كتبقى ساكته صامته ضربه الطم على كل ما يجري، ولكن واحد النهار كتخرج بيان يرد على حزب سياسي، هنا كتبقى تقول انت كيفاش هذا الشيء؟ علاش ما خرجوش بيان باش انهم يقولوا علاش زدتو 50 نقطه في سميتو باش ان الفائده تطلع توصل من 1.5 ترجع ل2، وعاود خرجت مره اخرى زادت 50 نقطه وما كاين ما. يعني كانت سياسات نقديه وسياسات ماليه وسياسات اقتصاديه اللي دازت، واجتماعيه ومشاكل اجتماعيه عويصه جدا، وما تندرش بيان. مثلا ماتوا الناس في البحر، ما تندرش بيان. غتقول لي ماشي مهم يديروا بيان لان كاين الحكومه، ولكن المؤسسه اللي غادي يكون شاده الامور كلها ودير بيان باش ترد على حزب سياسي، يعني راه مساليه. خاصها دير بيانات اخرى باش تعالج مجموعه من الامور، ولا تعزي المغاربه في بعض الكوارث التي جاتهم، ولا بيان يوضح مجموعه من الامور اللي كيعيشها الشعب المغربي، وهذا الشيء ما كانش. الغياب الثالث على مستوى رئاسة الدولة هو ملي كان الغياب ديال رئيس الدولة في أوروبا، وكان يروج على أنه في أوروبا لأنه عنده مرض وأنه يتعالج. على كل حال ما كنبغيو حتى شي واحد يمرض والله يشافي جميع البشر، ولكن حنا ماشي كنتعاملوا مع الملك كشخص فقط. هو شخص انسان بحالنا بحالو، اياه كيمرض وما نبغيو له يمرض ما والو، ولكن هو رئيس دوله، هو عنده بزاف ديال الاختصاصات. حيت يمرض مثلا واحد المده طويله، انا كمغربي اتساءل من الذي يدبر، لانه بالتالي سؤال من الذي يدبر يحتم السؤال الاخر من المسؤول عن التدبير، لان المده كانت طويله. ودارت مجموعه من الاخبار بانه كاين كاع اللي كتب في الصحف بانه يعني لم يعد لديه القابليه كرئيس دوله بانه يمشي الامور بالمغرب، وبانه طلع له هذا الشيء في راسو، وبانه كذا. ودازت هذه الاخبار وما خرجوش بيانات. خرج بيان كيقول بانه الملك عنده وعكه صحيه كذا كذا كذا، ورجع
من هذيك المشكل اللي كان عنده. وحنا في المغرب عندنا مشاكل اقتصاديه واجتماعيه وماليه ونقديه، وعندنا مشاكل بالجمله مع بعض الدول على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي. كنتفاجئوا بان اول نشاط غادي يديروا رئيس الدوله شنو هو غادي يجي وغادي يحضر لنشاط ديني، غادي يترأس ديك المناسبه ديال عيد المولد النبوي. انا كنت مستشار ديال من داخل الصندوق، غادي نهضر دابا الناس كتغلي، وغادي نجي ندير انا واحد النشاط ديني ما عندوش انعكاس على الامن الغذائي ديال المغاربه والامن الاقتصادي ديال المغاربه. هذه شويه ما خدامه، ما فهمتش زعما. ما كتبقى تسال لماذا، وكتبقى تقول واقيلا هو راه كيقول لنا بطريقه او باخرى عبر الممارسه. غير اخويا نوضوا ديروا ملكيه برلمانيه الا بغيتوا ديروا، ولا شوفوا ما ديروا، انا راني انا امير المؤمنين وصافي. هذه في الممارسه كتفهم، لان ملي غتغيب انت شهور بسبب مرض او لا كذا او لا كذا، وغتدخل اول نشاط غديرو هو تعقد هذاك المناسبه ديال عيد المولد النبوي. نفس المشكل غادي يوقع ملي غادي يمشي الملك لافريقيا وغادي يغيب عاوتاني 3 ديال الشهور تقريبا، وغادي يرجع لانه كان في فتره نقاهه. وكاين اللي كيقول راه كان يقوم بعمل دبلوماسي، وبانه كيدير يعني جوله وغادي راه هنا راه كيدير كذا، وكانت بعض الاخبار كتخرج. ولكن انا عندي السؤال هو ملي كتدخل انت للمغرب عاوتاني اول نشاط كديرو هو شنو؟ هو كتمشي توزع القفه. وثاني نشاط كديرو هو انك تترأس الدروس الرمضانيه. هذا راه مشكل. والناس اللي كيشيروا بهذا واللي كيديروا له داك البروغرام ديالو اليومي اللي هو الستاف ديالو، يا اما كيخرجوا له هما باغيين يخرجوا له على صورته، ولذلك هما ما مسوقينش. لانه اشنو كان خصو يتندر على الاقل في وسط هاد اللغط وفي وسط هاد المشاكل اللي كيعيشها المغرب لا داخليا ولا خارجيا. اول حاجه على الاقل ياخذ له ديك نهار مثلا ولا نهارين وغادي يعقد مجلس حكومي، وغير على عين العديان المغاربه والعدميين والسلبيين المغاربه وعين العديان مثلا هذوك اللي هك ولا في اطار ديك البروباغندا الاعلاميه، وغير على عين العديان نديروا لنا خويا مجلس حكومي عار اللي كيقتل الكلاب. هادشي ما كانش. كتفاجئ انت كمغربي كتكتب تدوينه كتقول نصاب غير وكان ما نشوف شي مجلس حكومي قبل من الدروس الرمضانيه، وكتكتبها قبل من الدروس الرمضانيه وانت عارف بان الحساب ديالك راه يعني فيه ملف كيتصاوب ومحطوط. ورغم ذلك وهذا حنا كنفكروا من داخل الصندوق معكم وكنوجهوا لبعض الامور اللي خصها تكون، ولكن مع كامل الاسف في النتيجه وزعما ومالك مزغب كاع. اذا ملي تكون عندنا هاد المشاكل كلها وكاين هاد التجاهل المطبق من طرف الجميع، من الحكومه الاحزاب السياسيه المؤسسه الملكيه ولا الملك لانه هو اللي في الدستور، كل شيء هذا الشيء كاع ما مسوقين. ودابا انت كمغربي انت راك عايش برا وما فاهم والو، ودخلي ديك العصيده وتعالى دخلي ديك العصيده وباش تعرف شنو كاين وشنو غيديروا كاع. يلا قول لنا انت، يلا عاد فاهم شنو غيديروا. واخا من بين الحوايج اللي كان خصها تندار من زمان وما داروهاش، هو اول حاجه ديك الفتره ديال كورونا اللي تقردعت فيها الصفقات بالملاير. بغينا هذاك المجلس على الحسابات يدير فيها واحد التقرير ويحققوا في داك الشيء ديال الصفقات العموميه، والناس اللي ضربات الملاير غير في جابير وفي غير جابير وفي الدوايات وفي الحق والحقان وفي الكمامات وفي بوكلي بالكحل، وباش يشوفوا الناس اللي استغنات بطريقه غير شرعيه ودخلت الملاير بطريقه غير شرعيه. هذا واحد.
جوج. غنشوفو اسيدي داك المخطخات الاخضر، من زمان حنا كنسميوه غير المخطخات الاخضر والمخطخات الازرق، وهذاك الملاير اللي كانوا في الصندوق الفلاحي، هادشي حتى هو يتندر له تقييم باش نعرفو شكون الفلاحه اللي قبضوا شحال واشنو نتجو. دابا هذا غير اللي بغى يخدم، راه هي حنا نخدمو غير في اطار ما هو موجود. كاين الحرب ديال اوكرانيا وكاين داك بوغليب كله، هي متفقين اوكي، ولكن ها حرب، واش حرب اوكرانيا مثلا، واش دابا الحرب الاوكرانيه دخلنا عليكم باللي كيقتل الكلاب؟ ياك الفوسفات ديالنا، الفوسفات ديالنا، واش الحرب الاوكرانيه هي اللي تدخلات في الغلاء ديال الاسعار ديال المواد ديال الاسمده اللي خصو يستافد منها الفلاح؟ علاش انايا غادي نمشي نعطي للكابون ولا نعطي للسينيغال ولا نعطي لبوغليب ولا نعطي لجنوب افريقيا ولا نعطي ماشي لجنوب افريقيا، جنوب السودان، ولا نعطي ما عرفتش شكون، وانا ندعم الفلاح البلادي بعدا هو الاول؟ ياك الفوسفات ديالهم نبيع لهم الاسمده بواحد السعر، ولا تا هما نتبرع عليهم في اطار الاشقاء، تا هما ندير لهم واحد 300 الف طون ولا 200 الف طون، تا هما الاشقاء المغاربه تا هما نتبرع عليهم بالثروات ديال اسمو عليه. هذه ما دخلش فيها حرب اوكرانيا. من الامور الاخرى كذلك اللي ما عرفتش علاش الى اليوم ما بغوش يفهموها، على الاقل السياسيين في المغرب او لا هي سمير. راه سمير من 2017 وحنا كننبحوا عليها. من سمير الا كاع ما لقيتو فلوس، ما لقيتوش اخويا اللي يشريها، نرجعوها تقاد امورها القضائيه ونرجعوها شركه مساهمه وندخلوها للبورصه، وغادي الناس تشري الاسهم ديالها، وغادي تعاود ترجع احسن من كيما كانت. وبدل ما المغاربه يبقاو يشريو البنزين والغازوال بواحد الثمن اللي هو مرتفع، علاش ما تندرش هادشي؟ من بين الامور اللي خصها تندار وفي اطار حرب اوكرانيا وداك الشيء، هو السيارات الفخمه اللي كاينه عند رئيس الجماعه ورئيس البلديه ورئيس الجهه والبرماناني والحكومه والرئاسه ديال الدوله. بالعاده ديال الطوموبيلات ما كان غير البي ام دبليو، ما كان غير الرانجات، ما كان غير سميتو. علاش؟ فلوس باكو هادوك. على الاقل دير التقشف في هاد الشيء هذا. خذ اخويا الرونو، ياك كتصنعوا الرونو، خذوا الرونو، خذوا شي طوموبيلات اللي هي رخيصه. ماشي معقول شعب فقير وانت كتشير عليه بطوموبيل ب 200 مليون و 300 مليون وكتقول له انا كنتضامن معاكم، صبروا ان شاء الله، راه حرب اوكرانيا، راه دابا الحرب الاوكرانيه، صبروا شويه. حرب اوكرانيا اخويا حتى واحد ما فرضك علينا تشري لنا انت الطوموبيلات الرانجات وتشري المرسيدسات والبي امات والاوديات والبوغليبات. من بين الامور كذلك اللي ماشي الحرب ديال اوكرانيا هي الدواء. ميرانا كنت كنقول بانه اللوبي ديال الدوايات في المغرب راه اكثر من المافيا ديال المخدرات. وانا اعي ما اقول، وكنشكر الرفيق عزيز غالي اللي مؤخرا بقى كيخرج غير بواحد الشويه كيقول فين كاين المشاكل على مستوى الادويه على الاقل. ايوا حرب اوكرانيا اخويا واخا كاينه، راه ممكن انت تقوم دابا مادام عندك الشعب مقرد، دير واحد اعاده الهيكله للسياسه الدوائيه ديالك، وتحاول ما امكن تشوف من حال المغاربه باش دوك الفلوس اللي غادي يكونوا كيشري. مثلا الا كان بنادم كيشري مثلا مليون في العام ديال الدواء، داك المليون يبقى يشريه ب 4000 درهم ديال الدواء، وغتبقى له ديك 6000 درهم، وغادي يزيد بها القدره الشرائيه ديالو في امور اخرى مهمه اللي فرضتها الحرب الاوكرانيه مثلا. هادشي ما كانش. القانون، مشروع قانون ديال الاطراء غير المشروع، شتي يكون كان عندنا فعلا دوله نيت وكيحنوا فيكو. ما كنهضرش على الحكومه، انا كنهضر على اللي كيحكم. كانوا كيحنوا في الشعب المغربي وكانوا وطنيين، اللي كيطالبوا الناس يكونوا وطنيين، كانوا هما وطنيين، كنا يديروا غير حاجه وحده ما داخله فيها لا اوكرانيا ولا بوغليب. اجا سيدي،
ايوا حنا انت ماشي مشكل، حنا شفنا بانك دخلتينا بديك الدخله ديال الشركات الوطنيه والشركات المواطنه وكذا، وبزاف ديال الشركات اللي شفنا تبتلعات في واحد الوقيته وبتلع بنادم. قلنا ماشي مشكل، بنادم يكون قوي، لانه ممكن التخوف التاريخي من الفاعل السياسي والفاعل العسكري بانه غادي يخلي الانسان انه يفكر باش يكون قوي اقتصاديا. ماشي مشكل، انا والله ما ضد، نقدر نبلعها حتى انا كيما تبلعات الثروه، نقدر نبلعها ولكن عاوتاني قول علينا وجي علينا اخويا. انت درت هذا الشيء وابتلعتي واحد المجالات متعدده، وعلى الاقل شوف لي بنادم الاخر، دير لي المحاسبه لبنادم اللي كيحتكر شي حاجه وصافي سنوات وانتم تاكلوا بركه. اللي عنده شي حاجه اخويا كما كنقولوا عفا الله عما سوا، صافي اخويا بركه. الا انت وطني ياك لهط ايوا خلاص اخويا رجعوا لنا رزقنا. راه الا رجعتوا لنا غير نتوما رزقنا، راه غادي نديروا المستشفيات ونديروا التعليم ونديروا المصانع، وغادي تولي الدوله عليها فيها واحد الحركيه واعره، والمواطنين يبقاو يحبوا بعضياتهم ويحبوا الدوله ديالهم ويحبوا كل شيء. ولكن انت كتنهبني، كتقردني، كتكشطني، وكتقول لي حيت كنقول لك كتقول لي كون وطني، وانت بعدا كون وطني اخويا. وقفت كشاطك عليا عبر هاد القوانين هادي ديال الاحتكار. الفوسفات ديالنا ما عند الفلاح ما عنده ما يقجدر. دابا شكون اللي مضروب في هاد الحرب هادي كلها ديال غلاء الاسعار ديال الخضار؟ شكون؟ والفواكه شكون؟ الفلاح الصغير والمتوسط. واللي ولكن الدق، لان في الوقيته فاش كان الدعم في اطار المخططات الاخضر وفي اطار المخططات الازرق، راه اللي كان كياخذ الدعم ديال بصح بالملاير راه هو اسمو والناس اللي دايرين به واللي دايرين بهم وداروا الثروه على ظهرنا حنايا. ايوا ملي دعمناك او جا الويد، ملي دعمناك بالمال ديال المغاربه، بالكريديات اللي راه دابا وصلت قريبه ل 100% يا صاحبي وتدعمتو، ايوا بين ليا اعطيني غير هاد التراب ديال الفوسفات اللي كتهزو جدي برا، وهي دابا الارباح ديالو ارتفعت 8 مرات اكثر من الاعوام السابقه. يشوف مع كل فلاح شي حاجه يحس بالله راه حتى هو كيقرجط رزق بلادو. ما كايناش هذه. واش داخله فيها الحرب الاوكرانيه؟ واش دابا الصيد البحري اللي عباد الله كتمشي تصيد برا؟ دابا سمعني دابا، حيت كنت كنقول واحد الوقيته راه الا مشيتو غير للسلاسل ديال البيع ديال الخضار والفواكه، تبداو من الفلاح وتبقاو تابعين الامور فين غاديه توصل لهذاك اللي داير كروسه ولا توصل لكوزينه المواطن، راه بالعاد ديال الدراهم غادي تنقصوا. كان اللي واخد عليا وانا كنعرف شنو كنقول. راه في اسواق الجمله، غير اسواق الجمله راه فيها الكوارث، والناس اللي كتخزن، الناس اللي عندها الفريجيديرات. راه ماشي واحد فلاح ما عندوش 10 ريال هو اللي غادي يمشي يدير في الفريجيدير ولا يكري الفريجيدير في المينا، حيت شي ناس كيكري يديروا الفريجيديرات في المينا وكيخزنوا فيه تما حتى وكان كتوصل واحد الوقيته وكيسمعوا اسمو راك لبرا. مثلا قلنا الصيد البحري، هذه سياسات كلها. الصيد البحري كيصيدوا وكيطير داكشي اللي طار من المال عباد الله مشى غبر، هذاك ما دخل كاع. كاين الحوت اللي والانواع ديال الحوت اللي كتصيد من الماء ما كنشوفوهاش حنا، لا جمارك ولا ضرائب ولا خرجت مشات. هذه هي مشات. وهذوك اللي كيصيدوا ما كنستافدوا منه حنا كشعب حتى شي حاجه. وكاينين عاود الباباصات اللي كيصيدوا وكيدخلوا لنا الموانئ لداخل. هادو عاود كيمشيو يصيدوا بشباك اللي ماشي قانونيه، او يصيدوا اسماك اللي ماشي في الفتره البيولوجيه، يعني خارج الفتره القانونيه، ودايرين بالعاد ديال المخالفات، وكيدخلوا داك الحوت
منه حوت ممنوع انه يتهادى. وتصوروا معايا الى الان، راه ما كيبانليش تعليق بعدا. تصوروا معايا ملي كيدخل هذا الحوت غادي يجي واحد بحال محسن فكري وغادي يشري واحد الحوت وغادي يدفع فلوسو. وشو دابا وبنادم الحوت دخل المينا ودارت له لا ريسبسيون ديالو، وكاين المندوبيه تما ديال الصيد البحري وكاين كلشي، وجا واحد المغربي تا هو ماشي مهاجر غير شرعي، ودخل للبور وشاف الحوت وشاف الثمان وشرا، واختار هو يشري هذا وهذا لانه موجود في الديار المغربيه، ما مهربوش، وكيشريه وكيدفع فلوسو، كيجي خارج بالهوندا ديالو ولا بهذيك باي وسيله نقل معينه، وكيوقفوه كيقول من اين جبتي هادشي راه ممنوع ايوا سيرو منعو، راه انا غير شريتو، شوفوا شكون اللي جابو، شكون صيدو، شكون باعو لنا. هادي وحده. ثاني حاجه كيفاش انت كيمشي بنادم يسعل الدم لداخل في البحر وكيجيب الصنادق اللي جاب الله ديال الحوت، كيقادهم في الصنادق وكيدير الثلج ويقاد الامور وكيجي وكيبيعهم تم. كيبيع لك مثلا، حنعطيو غير امثله ولكن المعنى راه غادي تفهموه. مثلا كيجيب الصندوق ديال السردين كيحطو هو صيدو جابو مثلج حاطو، كيبيع الصندوق ب50 درهم باقي في بلاصتو، غير كيحولوه من هذا المربع لهذا المربع، وشي مرات كاع ما كيتحولش كيولي كيسوى 4000. ايوا هادوك الصيادين اللي دايرين جمعيات ودايرين وداديات ومساعدين امهم بالنسبه لاسينيسيس والمشاكل ديالهم والفلوكه والرايس وبوقليب الكحل، هادو غادي يمشيو يسعلوا الدم ويواجهوا الاخطار ويواجهوا كذا ويجيبوه حتى لعندك نتايا، وهما راضيين يبيعوا لك ب50، هما راضيين يبيعوا ب50 درهم. وانت لانه كاين المضاربات، كيسميوها المضاربات، هي ماشي المضاربات، السرقه، سميتها السرقه باش تكون الامور كتقال بكل وضوح. هذيك سميتها السرقه، بنادم كيسرق وبنادم ماشي وطني. حاشا ولله شي واحد يكون وطني ويشوف هذا الشعب هذا وصل لهاد الدرجه ديال البؤس والجوع اليوم، وبنادم كيبكي باش انه غير قرجت معاكم يا وجه الويل، وهو يبقى مازال مستمر في هاد السياسات ديالو الممنهجه للتفكير ديال الشعب المغربي. دابا شكون اللي وطني وشكون اللي خائن؟ شكون اللي وطني وشكون اللي خائن؟ جاوبوا نتوما. وكذلك هو مثال في بزاف ديال الحوايج. نجيو على الصادرات والواردات، بلا اوكرانيا بلا حتى شي حاجه، ياك عندنا مشاكل اخويا، اش غادي تبقى تكجدر لي انت تبقى تجيب لي في الواردات شي حوايج اللي حنا ما عندنا ما نديرو بهم دابا، شي حوايج تدخل في اطار الكماليات، شي حوايج كتستهلكها الطبقه المخمليه، ما نستوردوهاش اخويا. ياك عندنا العمله فيها مشكل والدولار فيه مشكل والاورو، خصنا ما نبقاوش غير نخرجوا فلوسنا، ايوا نشري اللي خصو يدخل في اطار اما اعاده الهيكله ديال الصناعه سواء الغذائيه ولا الصناعات الثقيله ولا شبه الثقيله، هذاك الشيء اللي ندخل، ولا ندخل شي حوايج اللي غادي تنعكس على القدره الشرائيه ديال المغاربه. لا هما بالعكس، هما ملي كيحلوا لك شي باب عوينه غير شق باش تمعش فيه انت يا المقرد. مثلا حلوا شويه مع تركيا في اطار التبادل الحر مع تركيا، دخل داك الحوايج ديال تركيا ولا البقالات التركيه في المغرب، ولا المغربي كيمشي باش يشري المنتوجات التركيه لانها جودتها زوينه ورخيصه وكذا الى اخره. ولا خرج وزير الصناعه اللي هو اللي كيمشي بطياره يبات في واحد البلاصه ويعاود يرجع، ولا كيقول بواحد التصريح ما يقولوش سياسي في دوله ديمقراطيه، ولكن لان الزريبه شي واحد باين له تا هو في ودنو وخرج كيقول لك انا ديك الاتفاقيه اما يرجعوها معنا ولا نقطعها. وقفوا داكشي ديال تركيا. شكون اللي تضرر هنايا؟ الشعب. حاجه اخرى، ملي بعض الناس كيديروا التجاره الالكترونيه عبر مجموعه من المواقع وكيجيبوا حوايج بالملايين كتدخل للمغرب،
وكيستافدوا الناس. الانسان المغربي ولا كيلبس مزيان، ولا كيلبس حوايج مزيانين، ولا عنده بزاف ديال الحوايج كيجيبوهم عبر ديك المواقع ديال البيع الالكتروني. واحد الوقيته غادي يحبسوا الملايين ديال السنتيمات في الموانئ، وحكاو الواد كاين مشكل ما كاين مشكل وكذا، وغادي نحبسوه حنا التجاره الالكترونيه ما تبقاش. ياك اخويا، غيكتشفوا المغاربه بان زوجة عزوز دارت واحد الموقع ودارت شركه ودارت كذا، وهي اللي بقات كتستافد من داك الشيء. واش هاد التصرف يديروا واحد وطني؟ واش هاد الشيء كله اللي واقع في المغرب، وهاد غلاء الاسعار وغلاء المازوت وغلاء الاسمده وان الشقق غاليه وما كتسواش الثمن باش تصاوبات، هاد الفساد ديال الصفقه، هادشي كله زعما ما فخبرش رئيس الدوله في خبارو؟ حيت حتى هو عنده شركات ديالو، وعنده علاقات ديالو اقتصاديه، وعنده علاقات ديالو مع مجموعه من اللوبيات داخل المغرب، ومستفد. وماشي في صالحو حتى هو ان هذا الشيء يفيقوا بالمغاربه ويبقاو يقولوا لا خص تكون المنافسه الحره، ويكون كذا، ويكون نسبه الولوج للصناديق الاستثماريه، وان يكون الدعم ديال الاستثمار يكون مبني على جوده المشروع، ولا مبني على شي حوايج اخرى اللي ما فيهاش الزبونيه والمحسوبيه. وما كيدير ما كيتدخلش، ما كيدير حتى حاجه. ملي مؤخرا تبقى تشوف بان الامور ولات مقتصره على ما هو ديني او لا احساني، وتم غياب الفاعل الاساسي في المغرب في كل المجالات السياسيه والاقتصاديه والبوكليبيه، كل شيء لا وجود. نورمالمون المغاربه دابا شنو بقاو كيقولوا؟ ما حنا ما كنثقوا في حتى واحد، ما كنخلوش لا والو، حنا بغينا جلاله الملك. ودابا هاد الشيء ولاو كيتوجهوا مباشره للملك، غيكتر، وغيبقى اللي جايو يريبوا على باباه شي براكه غيبقى يقول واش الملك وفين الملك، وحنا كنشكيو للملك. غادي يلقى الملك ما كيتدخلش. غيجي واحد داولوا الاراضي السلاليه ويديروا المظاهرات وغادي للرباط والملك، حنا غادي للملك. ما غيتحلش المشكل. غيجي واحد ميت بالجوع والملك، ما غيتحلش المشكل. واحد شويه غيبقى يقولوا وحنا كيفاش هذا السيد حنا ديما كنغوتو عليه، هو اللي باقي كنثقوا فيه. وغادي تحيد الثقه من الملك، تحيد الثقه من هذيك السواد الاعظم ديال ديك الطبقه المحقوره المطحونه المغيبه المجهله المول. ايوا ديك الساعه فكها من وحدتها. ولذلك الذي يدعي بانه ملكي، خاصو يكون كيدعيها حقيقه، وخاصو يكون وطني حقيقه، وخصو يقول الحقيقه كما هي ولو كان تسمع عليه. حيت هنا في الدوله ما كنجاملوش. ممكن تجامل خوك، تجامل اختك، تجامل الوالده ديالك، تجامل الوالد ديالك، ممكن تصبر في حقك، تبقى تقبض الضرب مع العائله ديالك ولا مع شي واحد عزيز عليك كتبغيه ولا كيبغيك ولا شي كذا، وتصبر. علاش؟ لانها كتربطك بينك وبينه واحد العلاقه اجتماعيه. ولكن في الدوله طبعا تحترم، ما تسبش وزير ولا ما تسبوش. على كل حال هما راه داروا فينا اكثر من السبان، ومن حقنا نسبوهم، ومن حقنا ما عرفوا شنو نديروا فيهم. اوكي، لان هما داروا فينا اكثر، داروا فينا الفعايل. وما تحركش القانون، ما تحركتش النيابه العامه. ولكن حنا كنهضروا، وشي مره شي واحد غير كيخطا بين قوسين في التعبير ديالو، في تقييم مؤسسه معينه او شخصيه معينه، وكيهزو كيخطفو كيديو بحال سعيد العالمي، بحال نور الدين العواج، بحال الصحفيين سليمان، عمر راضي، توفيق بوعشرين، جميع الخوت. هذاك بعسو تا هو اللي راهو طحنوه، كاين الدكتور بعسو، كاين
الدكتور رضا بن عثمان، يعني بالعاده الرفاق ديال احرار الريف، احرار جراده، ابناء الحركه الطلابيه، هادشي شنو الجريمه ديالهم؟ هادو كلهم هادو كانوا كيهضروا ولا كانوا كيكتبوا؟ واش كيقولوا؟ كيقولوا الشريف راه بغينا دوله ديمقراطيه، التوزيع العادل للثروه، راه كاين مشكل، راه كاين كذا، ومشاو للحبس. دابا ديك الهضره اللي كنا كنطبخوا كامله حنا، واللي كان كاع في ديك الهضره من 2011 ولا من قبل وانت جاي لدابا، كاع اللي كان داكشي اللي كان كيتقال احنا وصلنا له دابا. كان بنادم غير كيوجه، حاربوا هادي راه غادي طيح، عندك وراه غادي تريبوا الحفله، عندك وراه بقات لنا هاد الرجل عندك وتغيسونا تغرقوا الزمر، رد البال لهنا، ردوا البال لهنا. هادشي اللي ما كانوا كيقولوا لا ارحل ولا يسقط النظام ولا حتى شي حاجه من هادشي. مع ذلك ما قبلوش مننا هذا، ما قبلوش الانتقاد فقط والتقويم في اطار الانتقاد البناء. انت اللي كدير هذا التقويم والانتقاد البناء كينوضوا يشهروا بيك وبعائلتك وبتصيلتك وبما يجي معاك ويضيقوا لك بحال المعطي نجيب، ما يخليو ما يديروك، ما يخليوك تتنفس. شي تابعينو في الخارج مهجرين، وشي تابعينو في الداخل مبرزطين، وشي بداو الحبس تهناو منه. ايوا ومن بعد اشنو النتيجه؟ النتيجه هي ولات كارثيه. دابا النتيجه ولات كارثيه. اذا الخلاصه من هذه الخرجه ديالي الخوت، واللي بغيت انني نساهم به في هذا النقاش كله، راه كاين بزاف ديال المداخل وديال المخارج من هذه المداخل، الحلول لهذه الازمه ومخارج هذه الازمه هذه. بزاف ديال الاليات اللي خصها يديروها وما كيديروهاش، بالعكس تم السحب ديال داك المشروع ديال قانون الاطراء غير المشروع. مازال الى اليوم كنشوفوا المحسوبيه والزبونيه، مازال الى اليوم كنشوفوا التدبير المهبلان في بزاف ديال القطاعات، مازال الى اليوم كاينين الصفقات المهبلانه والصفقات المشبوهه. وهذا الشيء بطبيعه الحال ما كاينش متابعه عليه وما كاينش محاكمه عادله لهذا الشيء. اذا ملي نبغيو نوجهوا النقاش ديالنا، ما غاديش حنا نبقاو نناقشوا، لان فتنا مع كامل الاسف فتنا هذه المرحله حنايا ديال انه نبقاو نهضروا بلا باقه مع الفاعل الاساسي في الدوله بانه ديك العلاقه الابويه فتناها تعديناها. ما خاص تمشي الامور تقال كومتيلي كيما هي تقال، باش بنادم على الاقل الله يفيق من الغيبوبه ديالو ونوض يشوف ما يزمر معنا. حيت للاسف هذه خصها حتى هي تقال، الجميع الذين ينادون بتغيير الاوضاع في المغرب كلهم بدون استثناء يؤمنون بان ما يقدر حتى شي واحد يدير تغيير بوحده، ويؤمنون كذلك بضروره الاتحاد وبضروره وجود ارضيه مشتركه والعمل على ايجاد ارضيه مشتركه من اجل الفعل النضالي، من اجل التدافع مع رئاسه الدوله والمؤسسات والدوله بصفه عامه، باش انه يكون شي مخرج لهذه المعضله اللي حنا فيها. ولكن في نفس الوقت كذلك لا احد يتقدم نحو الاخر بقيد انمله، ما غاديش نقولوا خطوه. وهذا حتى هو مسؤوليه تاريخيه غادي يتحملها الجميع. وإلا كنا كاملين واكلين الدق وشفنا مجموعه شفنا مجموعه من التجارب اليوم، الا كان زمان كنا خايفين من التغيير، راه شفنا تجارب ديال التغيير دازت بطرق اللي هي نقولوا سلميه، وشفنا كذلك طرق للتغيير اللي تم يعني جر المعارضه لتبني العنف، وشفنا الانساق والمسارات ديال كل تجربه، وعندنا واحد الباكاج قدو قد الخلا. في اطار التجارب المقارنه كيفاش تم التعامل مع هذه، وتم التعامل فين كانت نقاط الخلل وفين كانت نقاط الفراغ وكذا الى اخره. وبالتالي كلنا كينادي بان خصو يكون عندنا قضاء مستقل، كلنا كينادي بان خصها تكون عندنا برلمان جاي من الشعب فعلا، كلنا كينادي بان خصها تكون عندنا حكومه تحكم فعلا. وعلى الاقل غير هذه المداخل هذه اللي حنا يعني متفقين عليها كمختلف الايديولوجيات والمذاهب الفكريه اللي كانوا داخل المغرب ولا خارج المغرب، نبنيو عليها شي ارضيه مشتركه ونتخلاو مؤقتا على
ما يدخل في نطاق الحريات الفرديه، لان اللي جيعان وما خدامش اش بغى يقدر هو بشي علاقات رضائيه. وكاع ملي يدير العلاقات الرضائيه وينتج شي صراع معين وغادي يمشي للقضاء وغادي يكون القضاء فيه مشكل، ولا غادي يجي لمخفر الشرطه وغادي يلقى في مخفر الشرطه مشكل، ولا غادي يمشي عند لي جوندارم وغادي يلقى مشكل. دونك حنايا على الاقل نبنيو غير دوك الاسس ديال الدوله الحديثه، الدوله الديمقراطيه، وديك الساعه راه خويا ما نتفاعلوا باش نزيدو نزينو غير نربيو المواطن المغربي على انه حر في اختيار كذا وكذا وكذا، وبانه من حقه كمواطن ماشي كرعيه من كذا وكذا وكذا، وبأنه واجب عليه أن يساهم باعتباره مواطن في مجموعة من الواجبات، ومن حقه كمواطن أن يستفيد من مجموعة من الحقوق. نبنيو هاد الثقافة، ونبنيو ثقافة العمل التشاركي بيناتنا، ونبنيو المؤسسات اللي غادي تضبط على الأقل داك الحد الأدنى ديال الآدمية ديالنا، وديك الساعة نتصارعوا على أمور أخرى. لأن ماشي شكون اللي خطير؟ اللي خطير هو انه تمشي للقضاء وتعرض لمحاكمه غير عادله وانت مثلي مثلا. اللي خطير هو انك تمشي للقضاء ويكون غير مستقل، وتكون داير علاقه رضائيه نتج عنها حمل بين قوسين غير شرعي، وتمشي في واحد الاتجاه ديال رفع دعوى معينه وما تلقاش الحقوق، وانت داير علاقه رضائيه. ممكن تكون انت زوج وزوجه، ولا عندكم مثلا ثروه تم تدبيرها بيناتكم ودرتوا واحد الثروه، وتمشي لواحد القضاء وتلقى مثلا مشاكل في توزيع الثروه ديالكم كازواج، لان القانون والقضاء لا يسعف. ممكن تكون انت اب خليتي واحد الثروه معينه، ولان عندك البنات والولاد وللذكر مثل حظ الانثيين، وهاد الناس ملي غادي يبقاو يطالبوا بالامور ديالهم القانونيه غادي يمشيو مثلا لن تسعفهم الإدارة ولا القوانين اللي هي موجودة. وعلى كل حال يعني ما فهمتش زعما، ماشي لأن هذا كلام يعني بأنه هذه الحقوق الفردية هي من طرف الكلام، لا، هي أمور ضرورية أن تناقش، وضرورية أن نجد فيها نديروا لها حتى هي تبيئة باش نوصلوا لهذا الشيء خصنا نديروا تبيئة الإيديولوجية، تبنئة المذهب السياسي، تبيئة الأفكار الليبرالية المتعلقة بالحقوق الفردية، نديروا لها نبيئوها، نردوها مغربية ونقادوها بحال اتاي ماشي مغربي، ما عمر بوه كان مغربي، ولكن دخل المغرب منذ مدة طويلة وداروا له التبيئه ديالو، ولا كيتلقم اتاي بواحد الطريقه في الجنوب، ولا اتاي بواحد الطريقه اخرى في وفق المعطيات ووفق التجارب الشعبيه ديال الشعوب. اتاي في المغرب ماشي هو اتاي في العراق، واتاي في العراق ماشي هو اتاي في سوريا، واتاي حتى اتاي في الجزائر ماشي هو اتاي في المغرب. الى قصينا داك الجهه الشرقيه اللي تقريبا نتشابه معها في الفن، نتشابه معها حتى في طريقه الزواج، كنتشابه معها بزاف ديال الحوايج. على كل حال نديرو تبيئه لهذا الشيء، ويكون النقاش شجاع ماشي شجاع فيه بمعنى قلة الحياة، لا، شجاع بمعنى ملي تكون انت كنخبه كتناقش ليا مثلا الديوان، ما تجيش تقول لي الديوان راه هكا ولا ما هكا ولا كذا ولا خصو يكون ولا لا. النقاشات انا ما كرهتش ان النقاشات تكون من اليوم فصاعدا تكون تاسيسيه لشيء يتعدى هذا الشكل ديال النظام السياسي الحالي. يعني على الاقل نتعداو الملكيه التنفيذيه الصرفه، نمشيو كنناقشوا على الاقل الملكيه البرلمانيه، لان هذا هو واقع الحال. بغيتو المغاربه ولا كرهتو، الذي يجري اليوم هو ان من يمتلك الاختصاصات القويه في المغرب لا يمارس تلك الاختصاصات، لا يمارسها بمعنى لا يمارسها في صالح المواطن المغربي. وما كاينش كاع، نقدروا نقولوا كاع لا يمارسها بالبت والمطلق الا في المجال الديني. اليوم هادشي اللي كيبان،
يعني لشهور عديدة ما كاينش فعل سياسي ديال رئاسة الدولة اللي كيبين بأنه فوالا أنا جالس دابا في هاد الجلسة كنحل المشكل، كنحل المشكل، حيت هذا هو الدور. إلا كانت غادي نديرو حنا كلفة ديال واحد المؤسسة مكلفة اجتماعيا، مكلفة ماديا، مكلفة سياسيا، مكلفة حتى باش نبداو الطريق ما هو ما يسمى بالديمقراطيه. اذا كانت مكلفه هاد البلعه ديال الامور هادي، مكلفه في الهضره الزمني ديالنا نديرو دوله حديثه بحال الشعوب الديمقراطيه على الاقل، ومع ذلك لا تتدخل باش ان على الاقل هي تبقى عند هذيك نقولوا ديك المكانه، ديك الابويه، ديك الابويه سواء الدينيه ولا حتى السياسيه ولا كذا. شنو غتقجدر معانا اخويا؟ لا، بكل ادب زعما، بكل ادب وبطبيعه الاشياء التي تدور الان يعني في الساحه. وسالينا الحفله. اذا الذي يتحمل اننا نديروا واحد النقله نوعيه كمغاربه ونستافدوا من الظروف ديال الصراع الدولي اللي كاينه دابا، ونلعبوا على حبال العلاقات الدوليه اللي خصو يتنار هو ان استغفر الله الفاعل السياسي والناس اللي كيقولوا باغيين يديروا التغيير في البلاد وبان هذه الاوضاع ماشي كذا وخصنا كذا وكذا وخصنا وحنا ما عندناش هذه وخصنا هذه وما عندناش هذه. هاد الناس واخويا بركه من نديب، بركه من نديب ونوضوا عطونا، حيت كلشي دابا تكوى بالنار. النظام السياسي راه يعني لا جمعيه مغربيه قادره دير انشطه ولا تجدد المكاتب ديالها ولا يعني كل الناس اللي هما عندهم يعني جديه ورغبه حقيقيه في انه الامور تكون مزيانه في البلاد، هاد الناس مهمشه وطالقين الشعبويه وطالقين بوكليب داك الشيء الاخر عاوتاني راه عنده ويصرف في من المال العام. دونك خاص يتحملوا مسؤوليتهم كلهم، كلنا كشعب مغربي اللي فيه الضوء، اللي فيه الضوء وكيعرف تمام المعرفه بان المشكل راه ماشي في خنوش، راه ماشي راه المشكل عندنا قضاء ماشي مستقل، راه المشكل عندنا برلمان لا يشرع، راه المشكل عندنا حكومه لا تنفذ السياسات الحكوميه ديالها، راه المشكل عندنا الاقتصاد في جميع المفاصل ديالو محتكر، والقرار الاقتصادي فيه محتكر، وكتمشي الامور بدير هادي وما ديرش هادي. وإلا انت معانا راك نديوك الغانا، وإلا انت ماشي معانا راك ما تفوتش التنيفك. هاد الامور هادي خصها ما تبقاش، باش ما تبقاش كل الناس ناهيك على الناس اللي هي تنظيميه بحال العدل والاحسان، بحال النهج الديمقراطي، بحال كل اللي فيه الضو كاع، كل اللي فيه الضو، باش ما نقولش سميه ونخلي شي سميه. من يدعي بانه باغي دوله مغربيه قويه، شعب مغربي تسود فيه الكرامه لابناء الشعب المغربي، خاصو يتبنى مشروع اللي هو وحدوي على الاقل. احنا ما غاديش نتوحدوا، هذه حاجه اكيده، ما غاديش نتفاهموا ايديولوجيا، هذه حاجه مفروغ منها، ما غاديش نتسقوا فكريا 100%، هذه طبيعه الاشياء. ولكن على الاقل ندير واحد الارضيه خويا كلشي باغي قضاء مستقل وباغي برلمان ويشرع وباغي، ونتفقوا غير على هذا الشيء ونبداو به، ونديروا التدافع السياسي مع الدوله، نديروا التدافع. حنا ما كنديروا والو، بغينا الدوله دير، والدوله راه ما غاداش تحرك لها ربي بودنا كاع، ما غتسوقلكش وسير كاع، وهي غادي الامور كتخفس حتى غادي تكبر على الدوله براسها اولا النظام، حيت تكبر على النظام بحال دابا، راه كبرت على النظام دابا، كبرت عليه، لا تسعف الامور. ولذلك على الاقل دير اخويا سياسه التقشف، طلق الناس اللي ربحوا على ظهرنا الفلوس منذ سنوات وداروا الشركات العائليه، طلق اللعبه اخويا. دابا وقت الوطنيه، دابا ياك الهت وقت كحب عاوتاني، كحب اخويا، لان خاص تكون فيك النفس، ما تحتاجش بنادم يقول لك، تكون فيك النفس انت كمغربي درتي العاقه من جيوب المغاربه، باش انك ما ترضاش مغربي بحالك ما لاقي ما ياكل ولا ما لاقي ما يشرب، ما ترضاش وما يشرفكش. وإلا كنت انت فاعل في هذا الشيء وكدير وتمعين في انه يبقى مستمر،
فهذه راه هي الخيانه. هذه انا ما كرهتش كنت عندي زعما التشريع في المغرب، ندير انه اللي دار تجبر عليه شي فلوس اللي هي سميتو من اموال الشعب المغربي، يتحاكم بتهمه الخيانه العظمى للشعب المغربي ويمشي يغبر. راه كون دابا بنادم عنده اراده سياسيه باش يدير هذا الشيء، غير يحنحن غادي داك الشيء يبقى يعاود يتقاد، تبقى تقول انت العجب هذا الشيء هذا سيدي كيفاش. ايوا الامور غاديه هكذا بلا رويضه بلا سلوك، لان ما كايناش اراده سياسيه. كونوا واضحين، ما كايناش اراده سياسيه. مولا مضل هو اللي خصو يتحمل المسؤوليه باش يدير هذا الشيء. مولا مضل كنقولوا راه مريض واحد شويه كيدخل كيولي لاباس عليه، كنقول الحمد لله ولا لاباس عليه، غادي يشوف لنا مصالحنا. كنلقاوه راه داير حفله ديال سميتو ديال عيد المولود، ولا داير حفله ديال رمضان والدروس الحسنيه، وحنا عندنا بلعه ديال المشاكل. راه هذا هو المشكل اللي قبل بنادم. حنا كنقولوا دابا كنهضروا بطريقه لابقه، بطريقه مؤدبه، ما كنسبوا ما حتى شي حاجه. هذا هو اساس المشكل. نهار الملك يدير مبادرات جديه، راه ما غادي يقول له حتى شي واحد سير في حالك ولا ماش كدير تما واسقاط النظام ولا شي حاجه. ما حدهم غاديين في هاد نفس السياسه ديال باش غاديين. راه واحد الوقيته قلت لكم المغاربه غادي يبقاو يسولوا مباشره، غير يدخل والملك دخل لي راه طلقني راجلي، والملك دخل لي راه وقع لي. ما غاديش يكون تدخل، غادي تبقى ديك الشعبيه غادي تبقى تمشي في حالها. المهم نتمنى ما نكونش طولت عليكم. دابا هاد اللايف هذا ما تقطعش، الحمد لله. تحياتي لكم، نتمنى ان هادشي يكون ساهمت فيه بواحد الشكل او باخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.